وادينا شايفين اهل الباطل بيتخبطوا في كلامهم، بيتخبطوا في اعمالهم، مفيش توفيق من الله ليهم. احنا في سورة هود، وما توفيقي الا بالله. هم هيوفقهم ايه؟ ده بيحاربوا الله. ربنا بيوفقهم؟ لا، ربنا بيضلهم. بيضلهم. واحد يقول لي طب ما ربنا اوعى تقول كلمه سايبهم دي، استغفر الله، اوعى. الكلمه دي ممكن تطلعك بره الدين والعياذ بالله. الله في سوره ابراهيم يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين طالعين يجروا مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. فاوعى تقول استغفر الله العظيم سايب ولا مش سايب ربنا. لا، ان كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر. في سورة القمر والله تبارك وتعالى يقول وكان امر الله قدرا مقدورا. سورة الاحزاب فقدرنا فنعم القادرون. سورة المرسلات. يعني ايات كثيرة جدا 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 سبحان الله. اذا كل شيء في هذا الكون بتقدير الله تبارك وتعالى. لكن بقى ربنا عز وجل في سنن كونية وسنن شرعية. يعني مثلا في سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي، ده الله عز وجل، انت مالكش دعوه بدي. تؤتي الملك من تشاء وتنزع، ما هو مش هيسيب لا وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بغير حساب. بس انت ايه شغلتك انت بقى؟ انت عبد. انت عبد لك طبيعة ولك وظيفة. طبيعتي بشر ووظيفتي عبد. بشر يعني مخي محدود، سمعي محدود، عيني محدودة، مش فاهم، انا مش هعرف افهم كل شيء في الكون يعني عشان اقعد احاسب ربنا واقول اشمعنى وازاي. سورة الانبياء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فاذا انا على يقين من نصر الله تبارك وتعالى وان ربنا هينصر الحق، ولا يمكن ربنا تبارك وتعالى ينصر الباطل اطلاقا كما قال الله في سورة الاسراء وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. يعني طبيعة الباطل انه لا يستطيع ان يقف امام الحق. وكما قال الله في سورة الانبياء بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فلازم يكون عندي يقين وثقة قوية كده بنصر الله تبارك وتعالى. انا عايز اليقين ده زي بيقولوا ان احد الصالحين كان طالع علشان يصلي صلاة الاستسقاء، صلاة نزول المطر. يعني الدنيا ناشفة والارض ناشفة ومفيش مية. وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون سورة الانبياء. فطالع هو علشان يصلي صلاة الاستسقاء، ندعي ربنا ان ينزل المطر، وهو طالع معاه شمسية. يقولوا له الشمسية تعمل بيها ايه دي؟ قال ما ان شاء الله لما هنصلي صلاة الاستسقاء المطر هينزل باذن الله. ده ايه ده؟ ده يقين من نصر الله. يقين. عشان كده طالع معاه شمسية. مش بيجرب ربنا. تعال نصلي كده. ما هو كان احد الصالحين بيتصدق يقول والله ما تصدقت بدينار الا وربنا اعطاني اضعاف. فواحد تاني قاعد يتصدق ويتصدق ما فيش، ما بيجيلوش بقى. فراح قال له يعني طب وبعدين انا عمال اطلع ما بيدينيش وانت بتقول بتطلع بيديك. قال له انا بطلع بيقين. انت بتجرب ربنا. انت بتجرب ربنا بتقول له طب خد كده وفين العشاء ان حسنه بعشرة. ما ينفعش. لازم يكون عندنا اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر من مكة الى المدينة المنورة وجاب عبد الله بن أريقط مشرك بس بيعرف في السكك والطرق، وخدوا فعلا من طرق يعني ملتوية كده بعيد عن الطريق الرئيسي وهو مهاجر. تخيل بقى واحد سايب بلده ورايح بلد جديدة بقى اللي هي المدينة المنورة. ويلحق بيه سراقة بن مالك لانه سمع بقى ان اللي بيقولوا في قريش اللي يجيب راس محمد حي او ميت، يعني اللي يجيب له محمد حي او يجيب راسه او يجيبه ميت ده 100 جمل. 100 جمل. فلحق سراقة بن مالك بالنبي عليه الصلاة والسلام وكاد ان هو فعلا يحصله يعني، لكن لقى الفرس بتاعته رجليها بتسيخ في الارض فطلع الازلام اللي هي افعل لا تفعل لا شيء
كانوا ثلاثة كده يعني، يحطهم ويرمي ايه ويروح ساحب واحدة. افعل يعني الآلهة بتقول لك ماشي، لا تفعل الآلهة بتقول لا، لا شيء يعني تعيد تاني. فالمهم لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عد يا سراقة ولك سواري كسرى. اللي لابسهم في ايده، الغوايش اللي لابسها كسرى في ايده هتاخدها. كسرى ده بتاع فارس، ده اكبر دولة. الفرس والروم دول بيعبدوا النار ودول بيعبدوا الصليب، ودول بقى اللي كانوا متحكمين. وواحد طالع في الطريق مهاجر يوم يقول لواحد: ان شاء الله هننتصر وهنفتح ايوان كسرى وهنديك الغوشتين اللي لابسهم كسرى في ايده. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب. ده ايه الجو اللي بيقول فيه الكلام ده؟ ده جو مهاجر وسايب بلده، وانا في طريق وواحد كمان بيحصلني عشان يمسكني ويسلمني. لكن لا ينظر النبي صلى الله عليه وسلم الى الواقع اللي موجود فيه الان، هو يرى بنور الله تبارك وتعالى ويبص قدام. الكلام ده كان سنة كام؟ سنة 1 هجرية. فتحت المدائن سنة 16 هجرية، وخدوا الغوايش بتاعت كسرى. وكان سيدنا عمر بن الخطاب ونادى على سراقة بن مالك لما جاله، قال له: انا عايز سواري كسرى اللي وعدنا بيهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفضل السواري كسرى اهي. لكن اللي وعد ده وعد امتى ووعد ازاي؟ سبحانك يا رب. ده اليقين من نصر الله. اوعى تبص باللي في ايدك، اوعى يعني ان تكون بما في يد الله اوثق مما في يدك، اوثق مما في يدك. انا معايا فلوس في جيبي لكن انا والله على يقين ان الله هو الرزاق، مش بقيس بالفلوس اللي في جيبي دي، لا والله ابدا.